أنا عبد الله بن يونس، أستاذ تعليم ثانوي وعضو نقابة أساسية في الدورة اللي فاتت ومترشح معنا للنقابة الدورة هذه. بطبيعة الحال هذا اليوم عندنا مؤتمر تجديد الهيكل النقابي بالنسبة للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمكثر. هذا في إطار معناها التجديد الدوري للهياكل النقابية، على خاطر معناها النقابة اللي فاتت استوفت المدة القانونية نتاعها، وبالتالي يلزم يتعمل مؤتمر ويتم انتخاب معناها مكتب جديد. المؤتمر هو فيه جزئين، فيه جزء تقييمي الأداء النقابة اللي فاتت وتقريرها معناها الأدبي، والجزء الثاني هو انتخاب النقابة الجديدة. ثم نورمالمون ثم برشا معناها ترشحات، واكيد المنافسه باش تكون ربما حاميه شوي، والكلمه في النهايه للزملاء والصندوق الانتخابي ان شاء الله مربوحه في صالح القطاع وفي صالح الاتحاد العام. وعدد المترشحين؟ والله ما عنديش فكره بالضبط، على خاطر نحن ما عندناش العدد الرسمي، ربما عند معناها الاتحاد الجهوي والجهه المكلفه بتنظيم المؤتمر. مي نحن هكا حسب ما يروج ثم برشا ترشحات، حسب ما سمعناه من عند الزملاء ومن عند العباد ومن عند فما برشا ترشحات. فما إشكالية صارت سي عبد الله فيما يخص انخراطات بعض الزملاء في قطاع التعليم الثانوي اللي ما يلقوش اسمهم في الركاب. والله شوف، بالنسبة للموضوع هذايا يعني موضوع معناها فيه برشا مشاكل. ثم مشاكل معناها كما نقولوا ثم نوعين من المشاكل. ثم مشاكل الأولانية اللي هي معناها النظام البائد، معناها النظام بن علي كان يعمل على إضعاف الاتحاد وعلى إضعاف معناها النقابات بعرقلة الانخراطات، لأن الانخراطات تصير على الطريق المؤجر. معناها العام اللي انخرطت على طريق المؤجر اللي هو الإدارة الجهوية بالنسبة لنا في قطاع التعليم. والإدارة الجهوية ربما معناها كانت معناها ما كانتش متحمسة بالقدر الكافي لمعناها تحيين الانخراطات في وقتها، لأن نحن معناها عملنا معناها القوائم المنخرطين وصح وزملاء عملناها أكثر من مرة وصبيناها في الإدارة الجهوية وناخذوا ديشارجة، لأنه ديما في كل مرة نلقوا العدد ماهوش هو، ونلقوا أسامي معناها يبعثوا ويطلبوا انخراطات وما يخرجوش كل شيء. من بعد يعني جات الثورة، معناها الأمور الكل تقريبا يعني ما عادتش ربما واضحة بالقدر الكافي، والأحداث اللي عاشتها البلاد ربما خلت برشا أمور ما تتحطش في نصابها كما يلزم، وهذا الكل دوسيات لازم تتصفى ولازم تتواضح. وثم زاد السبب الثاني وهو معناها حركة النقل اللي يعيشوها السادة، لأنه مثلا ثم زميل يبدأ منخرط في بقعة أخرى ونقل لهنا يبدا يبقى اسمه مازال معناها مقيد على الاداره الجهويه القديمه اللي هو كان معناها يخدم فيها. وفما زاد ربما معناها زملاء ربما اللي معناها مازالوا كي دخلوا يخدموا ولا حاجه، ولا ربما معناها ما المهم معناها موضوع الانخراطات هذا موضوع معناها قاعد يتطور وقاعد يتحسن، وربما هو اولويه، المفروض يكون اولويه من اولويات النقابه الجديده ان شاء الله اللي باش تخرج. يلزم الموضوع هذايا معناها يتسوى معناها وتاخذ الناس كلها انخراطاتها. مشكور سي عبد الله.